اليوم جبت لكم وصفة المقارون بزاف بنينة. زدت لها واحد المكون راح يزيدها بنة على بنة، ومتأكدة إذا جربتيها بهذه الطريقة راح تعتمدي عليها من اليوم ورايح. ما تنساونيش لايك اشتراك وبارطاج. ربي يحفظكم. نخلو الماء يغلي مليح ونزيدو له 2 ورق تاع رند وملعقة كبيرة معمرة تاع ملح وشوية تاع زيت. نزيدو كمية تاع مقارون ونخلوه يطيب. اذا شفتي الماء نشف زيدي له شويه تاع الماء وخليه حتى يطيب. كي يطيب نوخره على النار ونروحو نوجدو الصلصه. هنا درت شويه تاع زيت وملعقه كبيره طماطم مصبره. نقصي للنار باش ما تنحرقش، ونزيدو 3 فصوص تاع الثوم كنت رابيتهم. بعد ما يتقلاو مليح نزيدو حبه طماطم نكونوا مربيناها مليح. بالنسبه للمقارون كي يطيب شوفي اش ديري، خليه جانبا. اذا كان ما شربلكش الماء بزاف يعني خليه بالماء تاعه ونطيبوه في لاصوص. واذا نقولوا الماء تاعه يعني نشف كما راكم تشوفوا، هنا درت كميه كبيره تاع المقارون لذلك احتجت ان نزيد لها شويه تاع الماء بارد من الفوق. نحط كميه تاع المقارون في لاصوص ونبدا نحرك. نزيد التوابل اللي هما فلفل اسود وشويه تاع زعفران. الملح درنا من قبل، اذا احتجنا نزيد واحد شويه لكن ما تكتريش. نخليه يتقلى واحد شويه ونطفي عليه قد ما يشرب هذيك لاصوص. المكون اللي قلت لكم عليه اللي غادي يزيد له بنه على بنه هو القزبر. القزبر قطعيه الى قطع صغيره وزيديه للمقارون، راح يعطيه واحد البنه ما شاء الله عليه. مالك غير تجربي الوصفه وترد عليه. نحرك المكونات جيدا ونطفي عليه ونقدمه هو ساخن كيما تبغي، يبقى محافظ على هذيك البنه تاعه وكذلك ما ينشفلكش وما يبسلكش والقوام تاعه يقعد كيما راه. مالك غير جربي الوصفه هذه وردوا عليا في التعليقات. صاي اي سؤال يستفسر كتبوا لي في التعليقات نجاوب عليه ان شاء الله. ما تنساونيش جربوا الوصفه وديروا لنا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه اذا كنتوا جداد وبارطاجوا الفيديو باش تعمل فائده على الجميع. السلام عليكم.